السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن مبردات الهواء، هنتكلم عن مبرد هواء تورنيدو، هنتكلم عن كل المواصفات والخصائص والعيوب والمميزات. هل بينفع في الأماكن الضيقة؟ هل فعلا بيكتم النفس أو بيجيب حساسية؟ الخزان بتاعه بيكون كام لتر؟ كل التفاصيل اللي عايزين تسألوا عنها أو اللي بتدور في دماغكم هنجاوب عليها في الحلقة دي النهاردة. فلو اول مره تشوفنا، احنا قناه مهتمه بمراجعه الاجهزه المنزليه، فانزل دلوقتي اشترك في القناه عشان يبقى عندك فكره لما تعوز تشتري اي جهاز منزلي. وطبعا ما تنساش تفعل زرار الجرس وما تنساش تعمل لايك. يلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لأ وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. طبعا مبرد هواء تورنيدو العربي يعتبر من افضل انواع المبردات الموجوده في السوق. كنت عامل حلقه قبل كده مقارنه بينه وبين ماركت فريش، وعامل برضو بين افضل انواع المبردات الهواء. بس النهارده هنتخصص اكتر في موضوع او في شركه تورنيدو العربي. مبرد الهواء بيكون في منه 40 لتر وبيكون في منه 80 لتر. طبعا كل ما اللتر او عدد اللترات بتاعته تزيد كل ما هيقعد فتره اطول، وده برضو هيخلينا نقلل عدد ملء الخزان. يعني مش كل شويه هنملأ الخزان. ده بالنسبه طبعا لل 80 لتر. برضو مبرد الهواء ال 80 لتر بيخلينا نملأ حيز كبير جدا من المكان. يعني لو مكان مفتوح مثلا يوصل ل 50 متر، فالمبرد ده هيفي بالغرض. طبعا لو هنقارن بينه بين التكييفات العاديه، فالتكييفات العاديه طبعا مش بتغطي المساحه دي كلها وبتحتاج اكتر من تكييف في المكان. طب هل مبرد الهواء نفس هو الاداء بتاع التكييف؟ برضو هنتكلم في الموضوع دوت على مدار الحلقة. الموتور بتاعه بيكون قوي جدا، مصنوع من النحاس بقوة تبلغ 165 واط. طبعا دي بتكون قوة كبيرة. برضو بيكون مزود بريش مصنوع من الألمنيوم. ده برضو بيزود معانا نسبة البرودة وبيرفع من أداء المبرد. بيكون مزود بفلتر كربون لتنقية الهواء. ريحة الهواء مش بتكون ريحته وحشة، ودي ميزة مش موجودة في المبردات المنافسة. يبقى كده احنا معانا هواء قوي ونقي وافضل من التكييف العادي. برضو بيكون مزود بوسائط تبريد ثلاثية على جناب المبرد. يعني مش بيكون بس في وش المبرد، لا ده في الجناب امكانية التهوية او تدفق الهواء. بيكون في 3 سرعات: سرعة منخفضة متوسطة وعالية. تورنيدو العربي 80 لتر بيكون في مكان في اعلى المبرد خاص بوضع التلج. في طريقتين لتزويده بالمية. ممكن نوصل المية بالحنفية ونوصلها في المبرد، وممكن نستخدم الطريقة اليدوية العادية. هو بيكون فيه صمام عشان نوصل المية. بيكون فيه 4 عجلات طبعا لسهولة الحركة. من أهم مميزاته إن هو بيكون موفر للطاقة بنسبة 50%. طبعا النسبة دي توفير الطاقة عن التكييفات العادية. يعني لو التكييف العادي مثلا بياخد 100 واط، فالتكييف ده بياخد 50 واط كاستهلاك للكهرباء. سهل الفك والتركيب والتنظيف. صديق جدا للبيئة، مفيش منه بيخرج أي انبعاثات ولا أي مواد ضارة ولا كيميائية ولا أي حاجة. طبعا ده على عكس التكييفات العادية اللي بتستخدم الفريون. سعره بيكون اقتصادي مقارنة بالتكييفات العادية. طبعا احنا بنقوله 80 لتر و40 لتر، فال 80 لتر بيكون مناسب أكتر للأماكن المفتوحة الكبيرة. بس هنا هنتكلم عن مشكلة إنه مش بينفع في الأماكن الرطبة، لازم أماكن بتكون جافة. طبعا كلنا عارفين ان كل جهاز ليه مميزات وليه برضو عيوب، واحنا هنا دورنا نكشف ليكم عن عيوب الجهاز ده. فترة الضمان بتكون قصيرة جدا، هي بتكون سنة واحدة فقط، لكن قطع الغيار بتاعته بتكون متوفرة بعد فترة الضمان سواء في التوكيل او في السوق. صوته بيكون عالي جدا سواء ال 40 لتر او ال 80 لتر. طبعا هنتكلم على موتور ومية وحركة، فالصوت بتاعه بيكون قوي جدا. طبعا بنحتاج لاستخدام كمية كبيرة جدا من المية سواء في ال 40 لتر او ال 80 لتر. طبعا 80 لتر مية ده رقم كبير جدا، مش مناسب خالص للأماكن الضيقة، وللأسف ممكن يعمل حساسية. هو مناسب أكتر للأماكن الجافة والأماكن الصحراوية. طبعا بيحتاج مساحة كبيرة جدا للتخزين. طبعا لو هنشغله فترات طويلة فهنحتاج كل شوية نستخدم المية ونستخدم التلج. طبعا ده بيكون عبء كبير على الناس الكبار في السن.
بيحتاج دايما تنظيف واهتمام عشان ما يتكونش بكتيريا في الميه، لان 80 لتر ميه مع الاستخدام ممكن لو ما تنضفش كويس فالحوض يتسخ، فمحتاج دايما يتنضف بالخل والليمون. اما لو هنتكلم عن مقارنه بين التكييف العادي والتكييف الصحراوي، فطبعا التكييف العادي بيكون افضل. طبعا ده بيكون ليه استخدام وده بيكون ليه استخدام. ده بيكون تكييف متحرك للاماكن الصحراويه، طبعا ما ينفعش يستخدم في المصايف خالص لان الرطوبه بتكون عاليه جدا، ولا البلاد الساحليه، لان في حاله وجود رطوبه مع الرذاذ اللي بيخرج منه فده بيعمل حساسيه لا قدر الله. لكن هو بيكون مناسب جدا للاماكن الجافه البعيده عن البحر والرطوبه. برضه استهلاكه للكهرباء مش بيكون عالي قوي، فده ميزه كويسه جدا، حل سريع وعملي لكن مش حل دائم. ده بس بيكون رأيي عن المنتج. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. فلو الحلقه عجبتك انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وان شاء الله اشوفكم حلقات جايه كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.